السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخواتي، يا احلى حبايبي، يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب يبارك فيكم ويخليكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا النهارده جايه لكم بفيديو فاخر من الاخر، الفيديو المنتظر، فيديو طريقة عمل المش على طريقتنا الصعيدية. طبعا احنا هقول لكم هنعمله ازاي، وازاي ما يسوس منك ولا يربي حشرات ولا يطلع ريحه مش كويسه او مش مرغوب فيها، وازاي المش يبقى اصفر معاكي كده وفاتح وحلو ومش غامق جو للدرجه، وازاي تعملي طريقه عمل المش بطريقه سهله وبسيطه جدا على طريقتنا. طبعا ده شويه مش من السنه اللي فاتت، وكان عليهم شويه ملاح مغليين وعليهم قشر يوسفي وشطه وعليهم مرجة او مرطة اللي بنقول عليها، اللي هي بنسيحها من السمن. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، احنا في الاول بنبقى خاضين اللبن وشايلينه في الحصيرة، بيصفى معاك كويس، وتروح مخرطاه بالشكل دوا. اول ما تخرطيه هتحطيه، لو انتي هتعمليه جبنة طرية هتحطيه في الشرش اللي بينزل منه، وتحطي ملح. لو هتعملي جبنة طرية، الشرش اللي هو دوا المية اللي بتنزل من اللبن من الحصيرة. لكن لو هتعملي جبنة، اللهم صل على النبي، جبنة في المش، هتسيبيه ينشف معاكي وتحطيه على مصفى او حاجه وتلفيه بملح. طبعا دوا اللي هو الملاح اللي انتوا شايفينه ده مغلي ومبردينه. الملاح دوا مش بتاع الجبنه اللي هي بتاعه الخضاضه، لان جبنه الخضاضه ممكن تكون مشدود عليها في الخض شويه. اما الجبنه اللي انا هقول لكم عليها اللي احنا خدنا الشرش بتاعها ده، جبنه اللي هي الضان اللي هي بخيرها كله. طبعا ما يبقى نازل على وشه كده زي اللبن كده، وبسم الله ما شاء الله عليها جميل. طبعا الفرق ما بين الجبنه الضاني الجبنه الضاني طبعا مش مخضوضه بخيرها بكله، اما الجبنه الجريش بتبقى مخضوضه وطالع منها السمنه. زي ما انتم شايفين. طبعا ده الهون بتاع ستي، ربنا رب الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها. الهون طبعا ده هو الفلاحي، طبعا هون خشب وصحي وجميل جدا. هتدق في الهون الشطه والملح كويس، لو عندك كبه اطحنيهم طبعا. ودوا الجبنه دي اللي انتم شايفينها، دي جبنة كانت متأجلة من السنة اللي فاتت، دايبة دوب. والله ما صلي على النبي، كانت في المش. طبعا المش زودته شوية ملاح. وطبعا لو عندك مرطة هتسيحيها وتحطيها جوه المش او جوه الملاح، تسيحيها يعني كويس. وطبعا تخلي فيها شوية من السمنة كده، علشان حبة السمنة لما تبقى طالعة منها دي بتعمل وش طبقة على على وش البرطمان، او وش البرطمان اللي هتخلي اللي فيه ما تخليش يسوس معاكي ولا يدوت. زي ما يكون هتعملي شويه مخلل، وهتحط لهم حبه زيت على وشهم يعني. طب تعالي معايا وصلي على النبي وهقول لك عملنا ايه. طبعا احنا كنا مصومين الجبنه بتاعتنا، مصومينها ازاي يعني كنا حاطينها في مصفيه ورشين لها ملح لحد ما نزل منها الشرش اللي هو الميه اللي بتنزل منه، عشان ما نخليهاش تسوس معاكي الجبنه. وبعد كده هوت احنا جبناها هنا هنلفها بملح وشطه، الملح والشطه اللي احنا دقناها في الهون. طبعا لما انتي هتدج الملح والشطه في الهون، الشطه دي شطه سوداني لو حابه. لو انتي مش عايزاها شديده يعني شطه شديده ما تكتريش. هتحطي ملح وشطه على حسب رغبتك. جوا المش هتحطي شطه، الشطه دي بتمنع الدود او السوس في المش، وقشر اليوسفي بيمنع الدود والسوس في المش. وطبعا الملاح اللي هو مغلي هو ده بيمنع الدود والسوس من المش. لو حطيتي شرش من اللي نازل من الجبنة، شرش اللي هو اللي بينزل على طول وما غلتهوش، طبعا هتشم ريحة مش كويسة من المش بتاعك، وطبعا هينضار معاك يعني هتبقى ريحته مش حلوة. واحنا مش بنحط للمش، الناس اللي هي بتحط الحلبة والترمس المر طبعا ده بيخلي المش معاكي ايوه ما يربيش دود ولا سوس، بس في نفس الوقت بيعمل معاكي طعم مرارة. مش المش اللي هو الفلاح اللي هو طعمه حلو دوت جميل. طبعا المش احنا عندنا بنحط له ملاح، ونحط له شطة، ونحط له ملح، ونحط له، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندك خميرة يعني شوية من السنة اللي فاتت او حتتين جبنة في المش، تفركيهم زي ما شفتي بالمعلقة، زي ما شفتي فركتهم بالمعلقة وحطيتهم على المش.
ولو عايزاه يقعد معاكي فترة طويلة هتزود الملاح شوية زي ما انت شايفة كده. طبعا احنا هنا انت هتقولي طبعا ده مش تقيل، هو كل ما يقعد بيتقل معاكي، وده الفرق ما بين الجبنة الطرية والجبنة الناشفة. الجبنة الطرية بتبقى لسه توها مخروطة، اما الجبنة الناشفة بتبقى رش عليها ملح وتخليها في مصفى لحد ما تتصفى معاك كويس. كل ما تتصفى معاك كويس كل ما تبقى معاك جبنه متجله جميله. طبعا انت هنا بتقولي ان انا حطاها في الملاح. الملاح ده مغلي، لانك لو حطيتيها في الشرش هتدود معاكي، لان الشرش ما يبقى داخل فيه ميه من الجبن. وانت طبعا عاملين شطه وملح، لازم تعمليها بالشطه والملح. ده الفرق ما بين الجبنه الطريه. طبعا الجبنه الطريه طبعا بتلز معاكي كده، اما الجبنه الناشفه دي عامله زي الطوبه شويه، مش طوبه اللي هي ناشفه. طبعا لما كنا لافينها بملح نزل صفت الميه اللي فيها، فما فيهاش اي اي ماده، يعني اي ماده من الميه اللي هي بتبقى او الشرش او المهله، احنا بنقول عليها مهله اللي بتبقى في الجبنه. نزلتها كلها علشان لو ما نزلتهاش كلها طبعا هيسوس معاك الجبن. طبعا لازم البرطمان يكون ناشف، ما فيهوش ولا نقطه ميه، وناشف ومعقم ومسحاه ومنشفاه كويس، وتعبي فيه الجبنه. ولو عندك قشر يوسفي حطيه عليها، ولو عندك شويه شطه حطيهم من فوق، ولو عندك شوية مرطة فيهم سمنة حطيهم، بحتة السمنة اللي فيهم هتعمل طبقة عمرها ما هتربي معاكي، مش قصدي انا اسفة، عمرها ما هتربي معاكي سوسة ولا دودة ولا اي حاجة. ولو استفدتوا في الفيديو ده واي حاجة امانة عليكم ما تنسوش تدعموني في قناتي، علشان انا بتعب معاكم في الفيديوهات دي. وجزاكم الله خير الجزاء، وربنا يا رب يحسن ما بين دينا وبين ديكم، وربنا يرزقنا ويوسع رزقنا ورزقكم. زي ما انتم شايفين طبعا انا بكتر ده الشرش.